فيديو النهاردة مهم جدا. ليه بقى مهم؟ علشان بكل بساطة هقولك على شوية مقترحات وانت بتذاكر اي PDF. فيلا بينا. كلنا عارفين ان في الفترة الاخيرة بقت معظم الجامعات او معظم الدراسة كلها بقت اونلاين، يعني كلها بقت PDF ومحاضرات وسكاشن اونلاين. ولان في الاول كنت بعاني من كام مشكلة كده وانا بذاكر من PDF، بس قبل ما اقول لك المشاكل ديت وابتدي ان انا اقترح عليك حلول، خليني اسالك سؤال: ليه احنا بنحب نذاكر من الكتب الورقية وبنفضلها عن PDF؟ خليني اجاوبك على السؤال دوت واقول لك ان في الحقيقة هيقابلك 3 مشاكل وانت بتذاكر من الPDF. واول حاجة وهي ان الكتاب الورق مريح للعين بالعكس تماما عن الكتب الالكترونيه والضوء الابيض اللي بيوجع العين زياده عن اللازم. وتاني حاجه وهي انه بيبعدك عن انك تفكر في اي حاجه خارجيه، نوعا ما بيقلل التشتت عندك. واهم حاجه انه بيبعدك عن التليفون، على العكس تماما لو انت بتذاكر من التليفون فاي نوتيفيكيشن هيجيلك او اي رساله هتجيلك هتجري عليها، طبعا سبت المذاكره دي اتنست. وتالت حاجه وهي اننا واحنا بنذاكر بنحب كده نشخبط ونمشي بالهايلايت على الحاجات المهمه بحيث ان احنا نحس ان احنا بنذاكر يعني. فعلشان نحل المشاكل دي جايب لك معايا كده كام اداه، سواء كنت بتذاكر من الكمبيوتر او بتذاكر من الموبايل. ان شاء الله الادوات دي هتساعدك وهتفيدك جدا. فتابع معايا بقى ونتنقل لمرحله الشرح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا يوسف عبد الرازق ودي قناه مثلث الثقافه. واول اداه معانا وهي ابلكيشن ادوبي ريدر. والبرنامج دوت فيه منه نسختين، نسخه للبي سي ونسخه للموبايل، وانا هشرح النسختين بحيث انك لو بتذاكر من اللابتوب او بتذاكر من الموبايل. طيب الابلكيشن دوت تقدر تفتح منه اي PDF انت عايزه، وطبعا زي ما احنا عارفين دي واجهه البرنامج بتاعنا. طبعا دي الايكون بتاعه البرنامج، وهنا دي الملفات اللي انا كنت شغال عليها من شويه. لو انت عايز تفتح فايل جديد فهتدوس اوبن فايل وتختار الفايل اللي انت عايزه. لو عايز تختار من بارتيشن دي هتدوس هنا على الدي، او عايز تختار من اي حته انت عايزها تقدر تدوس هنا، او تدوس او ترجع للداونلود، او تختار الدوكيمنت وبتختار الفايل اللي انت عايزه. بس انا هختار الفايل اللي انا كنت شغال عليه من شويه. طبعا بتضغط عليه دبل كليك بيفتح معاك. هنبتدي دلوقتي بقى في شرح المميزات بتاعه البرنامج. اول حاجه معانا ان انت تقدر تعمل هايلايت على اي قطعه انت عايزها، وليكن القطعه ديت. فهنيجي هنا مثلا انا بحب استخدم الهايلايت كتير، فهدوس هنا على الماركر ده وهاجي هنا احدد مثلا الجزئيه ديت انا عايزها كده اتحددت معايا. عايز اغير اللون بتاعها هدوس هنا واغير اللون بتاعها، وليكن اللون ده الاورنج. وهاجي هنا مثلا انا عايز اتحكم في الاوباسيتي بتاعت اللون او درجه اللون بتاعنا، ممكن اقلله وممكن ان انا اعليه اعلى حاجه اهو. نشوف كده نرجع نقللها للنص شويه اهي. ممكن اغير اللون زي ما قلنا. ولو انت عكيت الدنيا خالص او مثلا عملت هايلايت بالغلط مثلا وليكن على الجمله ديت، فهقف على الجمله ديت واقوم دايس على ديليت من الكيبورد هتتمسح معايا. او ممكن في طريقه تانية ان انا ادوس كليك يمين واقوم دايس ديليت وكده اتمسحت من عندي. طيب لو انت بقى يعني عايز تمشي بالماوس كده على كلمة مثلا، او بتحدد بايدك كده كأنك بتستخدم قلم جاف وعايز تمشي على الكلمات المعينة اللي انت عايزها او الكلمات المهمة بالنسبة لك، فهتيجي هنا على القلم دوت ومثلا هتمشي كده. بتختار عايز تعمل دايرة مثلا على كلمة معينة، فانت هتقدر تغير وتعلل تغير اللون بتاعك. هتقدر تغير اللون بتاعك وتغير وتعلي الاوباسيتي بتاعته. ولو انت عايز تكبر الحجم ولو انت عايز تكبر اللاين بتاعك فهتيجي هنا تعلي الاستروك بتاعه، ومن خلال الاداة ديت هتقدر تعلي الاستروك بتاعه وليكن كده يعني خليها متوسطة. وفي عندنا ادوات كتير زي مثلا انك ممكن مثلا عندك جزء ملغي في المنهج وعايز ان انت تشطب على الجزء دوت، فبتيجي هنا على العلامة دي وهتدوس هنا وتحدد الجزء اللي انت عايز تشطب عليه او اتشطب معانا. عايزين نغير اللون بتاعه هندوس هنا ونغير اللون بتاعنا نخليه وليكن ازرق. ممكن اعلي الاوباسيتي بتاعته وممكن اخفف الاوباسيتي. وكمان مثلا لو انت عايز تعمل نوت خاصه بيك مثلا في قلب الابليكيشن، زي مثلا ان انت في جزئيه معينه انت عايز تشرحها لنفسك وتبسطها لنفسك اكتر. مثلا نيجي على التعريف دوت، انا عايز اعمل نوت اي حاجه تفكرني بمعنى التعريف، اقوم جاي كده وجاي على علامه النوت اللي فوق هدوس عليها واقدر ان انا اجي هنا اقوم كاتب النوت بتاعتي منهج التربيه واقوم دايس بوست. هاجي هنا انا كده خلاص انا ذاكرت مهما ذاكرت، ومثلا جيت هنا وانا براجع فالتعريف دوت مثلا انا وقفت قدامي فاقوم دايس هنا
هتظهر لي الحاجه اللي انا كنت كاتبها او النوت اللي انا كنت عاملها. وطبعا الابلكيشن دوت فيه حاجات كتير تقدر انت تبحث وتدور عليها اكتر، بس انا قلت الحاجات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي. وبعد ما تخلص لازم تعمل سيف، يعني بتيجي هنا بتدوس على الاكس وبتيجي لازم تدوس يس، وخلي بالك انك لازم تقفل البرنامج بالطريقه ديت، ان انت تدوس على الاكس وتيجي تدوس يس. ما ينفعش تدوس الت اف 4 على طول، لان كده الكلام اللي انت عملته ده كله ممكن يتمسح. طبعا بتختار انت عايز تحفظ الفايل بتاعك فين وبتدوس سيف. وفي برضو عندنا لو انت بتذاكر من الكمبيوتر او من اللابتوب، في عندنا برضو مايكروسوفت ايدج، بس ده طبعا فيه مميزات اقل من ادوبي ريدر، بس هو بصراحة يتميز بسهولة الواجهة بتاعته وان هو بسيط برضو. يعني انت بتفتح البي دي اف لو عايز تعمل هايلايت على حاجة معينة، فبتيجي تدوس هنا وبتحدد هنا ان هو بيعمل اوتوماتيك هايلايت، ان انت بتيجي مثلا عايز تحدد النقطة ديت، فبتيجي تمشي كده هو بيحدد لوحده، بيحدد الكلمة لوحده. مثلا لو انت عايز تمسح فبتيجي تدوس على اريز تول، بتدوس بس هنا كده بيمسح. ولو انت حابب ان انت تمشي بايدك انت على الكلام اللي انت عايزه معين، فبتيجي على اداة الدرو وتمشي باللي انت عايز تمشي عليه. طبعا انا هنا عكيت الدنيا، هنيجي بس ننزل هنا عايز امسح، اقوم جاي كده امشي اشخبط كده بس وخلاص، كده انا مسحت اللي انا عايز امسحه. وبكده احنا خلصنا جانب الشرح على الكمبيوتر، ونتنقل للموبايل عشان نعرف ازاي نذاكر من الموبايل. ونبتدي باول حاجه معانا وهي ازاي تعمل هايلايت على جزء معين في البي دي اف. وهي اول حاجه انك بتعمل سيلكت للجزء اللي انت عايز تعمل عليه هايلايت، وبعد كده تدوس على كلمه هايلايت اللي هي تاني اختيار. ولو انت عايز تمسح الهايلايت ده تاني، فبتدوس على الجزء اللي انت حددته، بتدوس على علامه ديليت اللي هي علامه السله اللي على ايدك اليمين تحت. ولو انت عايز تعمل نوت، فبتضغط على اي جزء من الشاشه يكون فاضي، فبتظهر لك القايمة، فبتدوس على أول كلمة معانا اللي هي كلمة نوت. ونيجي هنا مثلا وليكن احنا عايزين نكتب كلمة علم تاريخ التربية، فبكده هي اتكتبت. ولو احنا عايزين نمسح النوت ديت فهندوس عليها وهندوس على علامة السلة اللي هي ديليت من تحت. ولو احنا عندنا جزء ملغي من المنهج، هنحدد الجزء الملغي من المنهج دوت، هندوس على تالت اختيار اللي هو ستريك ثرو. وبكده احنا عملنا سيلكشن للجزء الملغي عندنا من المنهج. وبكده احنا عرفنا ازاي نذاكر من البي دي اف، ونتنقل لتاني مشكله معانا وهي ازاي نحافظ على تركيزنا واحنا بنذاكر. وبكده هنلجا لتاني اداه معانا وهي تطبيق ستي فوكس، واللي بيساعدك على قفل تطبيقات معينه لمده معينه انت اللي بتحددها. تقدر تقفل من خلاله تطبيقات السوشيال ميديا فتره ما انت بتذاكر، وليكن 25 دقيقه او 5 دقائق. والتطبيق ده لو انت بتذاكر من الموبايل ومفيش مشتت تاني زي لابتوب او بي سي. ولكن برضو في ستريكت ورك فلو، ودي اكستنشن تقدر تضيفها لجوجل كروم علشان تمنعك من مواقع السوشيال ميديا لو انت بتذاكر من على الكمبيوتر او اللابتوب. واخر مشكله معانا وهي وجع العين وانت بتذاكر. ولو انت بتذاكر من الموبايل فتقدر تفعل الدارك مود او تفعل وضع حمايه العين وانت بتذاكر. ولو انت شغال على الكمبيوتر فتقدر تستخدم اداه اسمها ايزي اي علشان تقلل سطوع الشاشه شويه، وتبقى كده قدرت ان انت تحمي عينك. وبس كده، وفي النهايه اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو، وانك كمان ما تكسلش انك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان معكم يوسف عبد الرازق من قناه مثلث الثقافه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.